طيب، الاهلي ويانج افريكانز، والماتش اللي يبان لك ان كله تمام ويبان لك ان احنا عملنا اللي علينا وخدنا النقطه وخدنا التعادل وبقت 8 نقط فوق، واللي بعديك 5 وتمام وزي الفل. طيب، هل احنا تمام؟ لا. هل الاهلي تمام؟ لا. اقول لك ليه. طيب، النهارده انا عايز اتكلم في كام حاجه كده قبل ما اتكلم في الماتش وتفاصيله. عايز اتكلم في حاجه محيراني بقالها فتره، وهي كتر المدافعين اللي احنا بنجيبهم في الاهلي وما بيلعبوش. انت دلوقتي النهارده كان بيبقى عندك على الدكه جزار، انت جبت مدافع تاني وتالت احنا عندنا ممكن يبقى عندك 3 مدافعين بره. طيب، وفي الاخر اللي بيلعب برضه ياسين وياسر. طيب، ما هو انت لو فضلت ان ياسين وياسر اللي لعبوا مش هيكملوا معاك. ياسين وياسر هيتعبوا. ياسين وياسر ممكن ياسر عنده الخبره، ياسين ما عندوش الخبره. بيكملوا بعض، دفاع كويس، بس انت محتاج فريش ليجز، محتاج ناس جديده، محتاج تلاعب الناس اللي انت بتجيبها، لان احنا بقينا بنشتري واللعيبه ما بتلعبش. احنا زي ما عملنا في الوينج والوينجات وبقى عندنا اكتر من لعيب وينج، وفي الاخر هم نفس الاثنين اللي بيلعبوا، تريزيجيه او زيزو. اللي في وجهه نظري الاثنين مش فيت. هتقولي طب يا باشا، ما هو تريزيجيه الماتشين اللي فاتوا بيجيب اجوان وبتاع، عشان بتلاعب ناس مش قويه. تريزيجيه على المدار الطويل مش هيديك اللي انت متخيله. تريزيجيه بيلعب ماتش حلو، ماتش حلو، ماتشين، بعدها بيجي يلعب 3 ماتشات وحشين. طيب، هل منطقي ان كل ماتش تريزيجيه اللي يلعب وزيزو اللي يلعبه؟ لا، انت عندك اختيارات كتير وعندك لعيبه كتير، وحرام ان بن شرقي يبقى قاعد بره وتريزيجيه وزيزو اللي بياخدوا فرصه اكتر. حرام انك تبقى لعيب شاريه وعارف انه عنده قدرات عاليه جدا وما بيلعبش غير 10 دقائق، تلت ساعه، وانا مش عارف دي غلطه مدرب ولا غلطه اداره ولا في ايه في الموضوع بتاعنا. طيب، هل النهارده انت اتاثرت بسبب عدم وجود امام عاشور؟ اكيد اكيد. لما يبقى عندك لاعب في النص انت عارف ان هو اللي بيقدر يوصل لك الكرة من ورا لقدام ومن قدام لورا ويعمل لك الهجمه ويعمل كل حاجه، وفي مره واحده تلاقيه مش موجود معاك، اكيد هيأثر. اكيد اللعيبه هتبقى مش شايفه اللاعب اللي انا ببصيله وبيهجم معايا. امام عاشور كانت ميزته وما زالت ميزته، ربنا بقى يفوقه شويه من الحاجات الغريبه اللي هو بيعملها دي. امام عاشور ميزته ان هو بيقدر يهجم، بيقدر يلحق الدفاع، بيقدر يعمل كذا حاجه، مش لعيب واحد اللي بيعملها، كذا لعيب اللي بيعمله. طيب، هل امام عاشور تصرفه كان صح؟ لا، ومش عايز اخش في حته امام عاشور عشان شايف ان التصرف غلط، وشايف ان احنا السبب ان الناس دي بتعمل كده. احنا السبب ان اللعيبه دي بتبقى واخده في نفسها، لما بيسمعوا كلمتين حلوين على الانترنت او على الفيسبوك او على التيك توك بيصدقوا ان هم خلاص هم النجوم وان احنا من غيرهم ولا حاجه. انت السبب ان انت بتقعد تنفخ في اللعيب لحد ما بيوصل لمرحله انه عايز فلوس اكتر، وهو بياخد اكتر فلوس في الدنيا مثلا. زي ما عندنا لعيبه تانية مش عايزه تجدد عشان عايزه اكتر ليه؟ احنا بنلعب دوري مصري وافريقيا يا جماعه، لازم نفوق بقى شويه ونركز لنفسنا. احنا ما بنلعبش حاجات صعبه، احنا ما بنلعبش شامبيونز ليج، احنا بنلعب افريقيا. فرق افريقيا بقت اقوى منك في ايه بقى؟ اقوى منك في اللي انت شفته النهارده بدنيا. اقوى منك ان اللعيب المصري ما عادش بدني، اللعيب المصري بقى بدني صفر. اللعيب المصري بيلعب 10 دقايق وبينهج، تحس ان اللعيبه بتشرب سجاير قبل الماتش. اللعيبه المصريه بقت تعبانه قوي، اللعيبه المصريه مجهده، مش فت، ما بتتمرنش صح. من الاخر، انت النهارده بتشوف فرقه ممكن تبقى يانج افريكانز مش اقوى منك كقوه، مش اقوى منك كاسامي، بس ماسكاك. يانج افريكانز عارفه تهجم، عارفه تقفل على تريزيجيه وزيزو اللي هم خارج الخدمه، بغض النظر عن زيزو والبصه الغريبه اللي عملها النهارده والحاجات الغريبه اللي عملها في الماتش. انا مش حاسس ان زيزو موجود بقاله فتره. تريزيجيه ماشي بتجيب اجوان، بس انا بالنسبه لي انت خارج نطاق الخدمه برضو، انت مش 100% فيت. طيب، خطوه كويسه، انت مثلا النهارده جبت كامبوس اللي بيقولوا عليه، ولا مش عارف هو اسمه كامبوس ولا اسمه ايه، انا مش عارف انطق اسمه صح. المهاجم ده مهاجم كويس. طيب، انت جبت المهاجم ده، ايه لازمه مروان؟ ايه لازمه ان انا جبت مهاجم اعاره ومش هشتريه؟ ايه بتجربه يعني ولا ايه؟ مش فاهم. هل الولد وحش؟ لا، الولد كويس جدا، بس الولد هياخد وقت لحد ما يتكيف، وبعد ما هيتكيف هتمشيه. فعمل ايه الولد؟ اسمه في الاخر انا لعبت في الاهلي، هيبقى اسمه من جوه كده انا لعبت في الاهلي يا باشا. انا مش فارقه معايا انك كسبت ولا خسرت، مش فارقه معايا انا لعبت ولا لعبتش، انا كنت في النادي الاهلي، هاخد لي اي بطوله بالسكه وخلاص. طيب، هل ده تصرف غلط صح؟ لا. التصرف التاني الغلط ولازم نتكلم فيه، ايه كل الاعراض دي يا جماعه؟ هو ايه الليميت طيب للاعاره؟ انا اهلاوي بقول لك ده كتير قوي وفي حاجه غريبه. وبعدين انت بتودي كل دول اعاره وبتشتري لعيبه تانية. طيب، دول لما يرجعوا هيبقى ايه بقى؟ هتبقى ازحم نادي في الدنيا. انت اصلا عندك زحمه قدام جدا في كل حاجه الا الهجوم، الا المركز اللي انت محتاجه. المركز اللي انت قعدت قبل وسام بتدور كتير قوي لحد ما وصلت لوسام، وسام مشي في وقت انت مش مجهز نفسك ليه، لان انت على طول مش مجهز نفسك. انت على طول معتمد ان اللعيبه اللي عندك دي هتفضل هتعيش وتموت في النادي. لا، اللعيبه بتتغير، الناس بتتغير، كل حاجه بتتغير. لازم اي لعيب عندك
يبقى عندك بلان بي وسي واي واي حاجه ليه، عشان ما ينفعش يفضل عندنا لعيب ممكن في اي لحظه يمشي ويسيبك، وده غلط. طيب النهارده بقى جوه الماتش انت نازل عايز تتعادل، وانا ما بحبش الروح دي اصلا في اللعيبه عامه بتاعت مصر. ماتشات كتير بنبقى عايزين ننزل نتعادل، تقول لي طب ما هي دي الوظيفه يا عم جو، هم اصلا نازلين عايزين يتعادلوا ويعدوا الماتش وتمام. تمام يا سيدي، لما تبقى نازل عايز تتعادل بتلعب كويس، لما بتبقى نازل عايز تكسب او تتعادل بتبقى احسن من الفريق التاني. انت كنت اضعف، انت كان عندك لخبطه في الدفاع مش طبيعيه اللي تسببت في لخبطه ديانج، انه شاط الكوره كان عايز يخرجها. ديانج اكتر لاعب يعرف ينقذ الكوره، بس في نص الوقت لما بينقذها ما بيعرفش يوديها فين. زي ما هو الجمعه قال النهارده في الاستوديو، قال لك يقدر يقطع منك الكوره بس مش دايما يعرف يوديها فين، هو بيقطعها وخلاص وانت بقى كمل. طيب احنا النهارده برضو لازم نبقى داريين كده ان ديانج جاب جون حلو وكل حاجه، ان ديانج ماشي احسن خط وسط عندك في وجهه نظري هيمشي بسبب تاخرك، بسبب ان انت سبته وقعدت تماطل وما رضيتش تديله فلوس وما رضيتش تعمل حاجه، ورحت تجيب في لعيبه اعاره ورحت تشتري في لعيبه ورحت تعمل صفقات. طب واللي عندك يا باشا؟ ما اللي عندي اهم، ما انا عندي واحد وشغاله كويس، اسيبه يمشي ليه؟ يعني ما تركز في اللي عندك وبعد كده شوف اللي غيرك. احنا جبنا لعيبه كتير ماشي، حاجه كويس، جبنا مدافعين كويسين، جبنا مهاجمين كويسين، بس لعبهم بقى، شوفهم في الملعب. انا ما بشوفش حد في الملعب. هل انا معايا مدرب وحش؟ لا لا لا. تروب، يس تروب مدرب كويس جدا، مدرب عارف هو عايز ايه، بس انا حاسس ان المدرب ده بيتضغط عليه من حاجات تانية. المدرب ده بيبقى خايف ساعات يغير لعيبه يتقال عليه انه بيغير اللعيبه دي. المدرب ده عنده وعي كويس جدا للكوره، بس هو من جواه حاسس ان في لعيبه كتير عنده قاعده على الدكه ما تستاهلش تلعب. طيب اتكلم في حاجه تانية. مصطفى شوبير اكتر واحد يقدر يتضغط ويديه كل اللي عنده. مصطفى شوبير اكتر حارس في وجهه نظري عشان صغير عنده ثقه في نفسه رهيبه، ودي حاجه مش عندنا، مش موجوده في حراس كتير. تقول لي بس الشناوي تاريخ، الشناوي على عيني وعلى راسي، الشناوي ده شالنا كتير وعلى دماغي. احنا كان معانا حارس قبليه ما يعلم بالله ربنا ومش هقول اسمه، بس كل شيء ليه وقت وبينتهي. انا في وجهه نظري ان لازم موضوع ان انت ماتش كده مش صح اتعملت قبل كده ما نفعتش. لازم يبقى في حارس اول وحارس تاني، وفي وجهه نظري الحارس الاول حاليا بمجهوده بطريقته هو شوبير. هيطلع واحد يقول لك طب ما احنا عايزين الشناوي عشان كاس العالم. كاس العالم ايه بس؟ صباح الفل صباح الفل. احنا الشناوي اللي معانا دلوقتي مش الشناوي اللي كان معانا من سنه ولا من سنتين، وده مش حاجه بتقلل من الشناوي، وانا بقللش من الشناوي، انا بحبه جدا وعارف ان هو من افضل حراس مصر، وما اقدرش انكر وما اقدرش حد ينكر ويقول ان الشناوي وحش، يبقى ما بيفهمش كوره. بس شوبير افضل، شوبير فت اكتر. لما يبقى عندك لاعبين في الملعب، واحد خبره بس مش قادر يديك زي الاول، واحد جديد وعارف يديلك قدرات وكل حاجه، هتلاعب اللي عندك مثل زي برشلونه انت تشيزني كان كويس جدا، لما جبت خوان جارسيا عرفت الفرق، عرفت ان في ولد صغير عنده باور اكتر. هل تشيزني قاعد متذمر بره؟ لا بالعكس، عارف ان ده اقوى منه فده اللي يلعب. شوبير النهارده ممكن الجون اللي دخل فيه هي دربكه ما كانتش من ذنبه، بس الولد صد كور كتير، الولد ثابت، الولد بنيانه كويس جدا كحارس. اتمنى ان شوبير ياخد فرصته قوي، لان احنا ما بنديش فرص للعيبه الصغيره في الفرق الكبيره يا جماعه. اتمنى ان شوبير ياخد فرصه، واتمنى ان شوبير ما يمشيش، لان انا لو مكانه لو هفضل ماتش لو جالي اي اوفر هطير، والاهلي هيمنعني ان انا هطير، فدي مشكله تانية. اتمنى ان دي حاجه ما تضايقش الشناوي، حاجه تخلي الشناوي يعرف ان انت عملت اللي عليك. مش بقول ان الشناوي ما يلعبش، بس مش لازم كل ماتشات. خلاص بقى الشوبير ياخد فرصه، يبقى عندنا جيل جديد من الحراس، يبقى عندنا حاجه جديده، كل حاجه محتاجه تطوير. طيب النهارده انا شايف في الماتش انت لعيبتك بيقول لك اصل لعبوا 3 ماتشات في اسبوع. طب ايه المشكله؟ ما كلهم بيلعب، ما كل الناس بتلعب بره كده، بس انت مفيش بدني. انت النهارده ياسر ابراهيم في حته انا حسيت انه خلاص بيزك مش قادر يمشي. ياسين مرعي اللي هو صغير برده مش قادر. ديانج الوحيد اللي كان قادر، لان هو خلاص هو منهم، هو جتته، هو الافريقي اللي بيقدر يبقى شديد ويسد. لكن بقيه اللعيبه بتجر رجلها. ديانج نفسه انت بوظته في حته، انا حسيت ان ديانج في حته مصاب، انت بتلعبه مصاب عشان مش عايز تخرجه، عشان لازم ديانج ومروان عطيه والتشكيله الغريبه دي، عشان معيش امام. هنعرف نعمل 100 امام سكه ونخلص كده. مفيش لعيب ما بيجيش واحد زيه، مفيش لعيب ما بيجيش حد احسن منه.
ده الطبيعي. بس انت ما بتدورش، انت بتدور في النوادي الكبيره، انت بتدور على اللعيب اللي جاب جون فيك هلقطه اجيبه. لا، دور في اللعيبه الشابه اكتر. احنا محتاجين شباب، احنا فرقتنا كبيره في السن مش صغيره. بس انا وجهه نظري النهارده انت لعبت كويس مش وحش. انت الشوط الاول بس كنت متسيطر عليك بطريقه غريبه جدا، بس انت هجوميا ما عدتش خطير. انت هجوميا، انت النهارده لما لعبت فريق لعبك قبل كده حفظ طريقتك، قفل على اللعيبه بتاعتك، قفل على تريزيجيه وقفل على زيزو، ما عادش عندك مهاجمين. مروان ما يلامش لان مروان ده صغير يا جماعه ده ثالث ماتش ليه، مش هحكم عليه من ثالث ماتش ليه. طيب فاحنا محتاجين تغيير جذري، محتاجين ندرس الصفقات قبل ما نعملها يا جماعه. احنا بنشتري وخلاص، احنا ما بندرسش الصفقات على اللونج ران. انت لازم تدرس الصفقه دي هتكمل معاك قد ايه، الصفقه دي هتديك ايه. ما تجيبليش واحد عنده 30 سنه وتقول لي اصل هيبقى جامد. لا، محتاج تدرس مين اللي يمشي مين اللي يقعد. محتاج تدرس. تعالى بقى نبقى صريحين مع بعض بقى، لان الماتش فعلا ما فيهوش حاجات كتير تتكلم غير ان انت بدنيا وحش، فريق التاني احسن، انت ما كنتش مهيمن، انت جبت جون كده عدت على خير تمام. بس انت محتاج تعرف وتاخد حساباتك ان عندك لعيبه بره كتير مالهاش لازمه. محمد شريف كانت صفقه غلط، محمد شريف ما عملش حاجه. تريزيجيه يفضل، بس تريزيجيه محتاج يرتاح، تريزيجيه ما ينفعش يلعب كل الماتشات. زيزو محتاج يرتاح، ادي فرصه لحد تاني، ادي فرصه لبن شرقي. يا جماعه اللاعب بن شرقي حرام علينا، حرام علينا يبقى معانا واحد زي ده ما بنلعبوش، نبقى من الناس ما بتفهم، الناس مش فاهمه يعني ايه كوره. طيب عندك مشكله في ايه ولازم تاخد بالك منها؟ عندك مشكله في مصر فيها بقى الليفت باك. النادي الاهلي ممكن يعني من ساعه معلول انت ما عندكش حد في مكانه مناسب. الرايت باك برضو مش افضل حاجه، انت عندك الليفت والرايت وحشين مش كويسين مش كفء. محمد هاني بيعمل اللي عليه بس مش 100%، مش هيقدر على طول يديلك، لازم يبقى ليه بديل. مفيش واحد بيلعب 24 ساعه، مفيش لعيب بيلعب على طول. طيب محتاج تدي فرصه للعيبه اللي انت جبتها. انت ما رحتش اشتريت الجزار عشان تقعدوا جنبك. انا عارف انه لسه ماضي بس يلعب، اختبره. المهاجم الجديد هنشوفه، اتمنى انه يبقى كويس، لان احنا فعلا ما عندنا مشكله كبيره في المهاجمين ومحتاجين نحسنها. بس غير كده انا شايف ان الماتش منطقي، ماتش كويس. الاهلي متوسط في وجهه نظري، مش افضل حاجه. اللعيبه مش كلها جامده، اللعيبه مش كلها كذا، بس انت بتعمل اللي عايزه وبتاخد النقطه وبتعدي وتمام وكل حاجه. بس انت لازم تعرف ان اللي جاي هيبقى اصعب. انت لازم تعرف ان اللعيبه الافريقيه بقت قويه عنك بدنيا كتير بليفلز عاليه قوي، لازم تحسن الموضوع ده. انا ما عنديش حاجات كتير اقولها. زي ما قلت لك كذا مره، انا مش محلل، انا واحد بتفرج على الكوره زيك، عايز اقول رايي وعايز نشوف مع بعض نصلح الدنيا ازاي. عايزين، انا نادي بحبه زي الاهلي، عايزين يبقى كويس، عايزين يبقى دايما تمام، مش معناه ان عايزين نادي تاني يبقى وحش. عمر ما الكوره كانت كده. اتمنى ان احنا نشوف بقى متعه من الاهلي، لان احنا فعلا غايبه عننا المتعه في الكوره المصريه بقى لها فتره. اتمنى ان النهارده يبقى زي ما بيقولوا جرس انذار بسيط كده للاعيبه الاهلي وللمدرب وكل الناس، ان احنا محتاجين بدنيا نبقى اقوى، محتاجين نبقى بنلعب بخطه احسن، محتاجين نعمل سويتش بين اللعيبه، مش اللعيبه هي اللي تلعب كل ماتش. محتاجين ندي فرصه للشباب، وانت عارف مين الشباب. بس كده، ده اللي انا كنت عايز اقوله النهارده. انا عارف ان انا ممكن ما ابقاش اتكلمت قوي في الماتش، ما اتكلمتش قوي تكنيكال، بس انا عايز اتكلم زيك اكننا اتنين قاعدين على القهوه بنحكي مع بعض كده وبنقول كلام حلو. اتمنى الفيديو يكون عجبك. لو عجبك اعمل سبسكرايب ولايك، اعمل لي فولو على البيجز الثانيه اللي هتلاقيها تحت في الديسكربشن ان شاء الله. وسلام.